ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من قناة عالم الإبداع نقدم لكم نصائح ومواعظ، من إعداد وتقديم شيرين سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي صديقاتي، يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا مقضيين رمضان في أحسن صحة وأحسن حال. مبسوطة جدا بلقائي معاكم، ويا رب تكونوا دايما بتتبسطوا معايا ودايما بتستفيدوا. أنا يعني طبعا مش هقول إن أنا عندي معلومات كتير، إلا إنه اللي أنا عارفاه بقول لكم عليه، وإن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بتستفيدوا. النهاردة زي ما وعدتكم هنتكلم عن مين هم أهل الجنة يا جماعة، مين الناس اللي هتدخل الجنة. نسمع كده مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله، يعني أهل الجنة هم المتقين؟ أيوة هم المتقين. طب إيه هي التقوى؟ التقوى هي إننا نعبد ربنا سبحانه وتعالى كأننا نراه، ونعتقد إنه لو إحنا مش شايفين ربنا سبحانه وتعالى يبقى نبقى متأكدين وعارفين إن هو شايفنا. يبقى التقوى هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا معنى التقوى. نرجع تاني للآية بتاعتنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، وليها صفات كتير جدا إن شاء الله نتطرق ليها في الحلقات اللي جاية. أعدت للمتقين يعني اتجهزت للمتقين اللي بيعبدوا ربنا كأنهم شايفينه بالظبط. طب ما هو برضه انا عايزه يعني اتعلم اكتر واشوف مين المتقين دول بيعملوا ايه عشان انا اعمل زيهم. هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء. الله، الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي تعودت انها دايما تطلع من اموالها للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وكل مصارف الزكاة والصدقات والكفارات وكل الحاجات اللي احنا متفقين عليها انها بنطلع فيها فلوس لوجه الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون، مش شرط فلوس يا جماعة، كل الحاجات اللي بنطلعها لوجه الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني لو انا غني او انا فقير، لو معايا او مش معايا، اتعودت ان انا اعمل الحاجه دي لوجه الله، ما قطعتهاش لا في السر ولا في العلن، لا لما بيكون معايا او لما بيكون مش معايا. طب جميل قوي، دول كمان بيدخلوا الجنه؟ ايوه طبعا بيدخلوا الجنه، الذين ينفقون في السراء والضراء. طب مين تاني ممكن يكون بيدخل الجنه؟ والكاظمين الغيظ. الله، الكاظمين الغيظ دول يا جماعه زي النبي عليه الصلاه والسلام كده، لما كان يعني يبقى متضايق جدا من قومه مش يدعي عليهم، لا يدعي لهم. فهنا بيكظم غيظه، يعني بيقول انا بدل ما اقول كلمة وانا هتحاسب عليها مثلا، لا خليني انا اكون احسن وافضل. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين عن الناس دول يعني عارفين لو انا تعرضت لاي مظلمة وعفيت عن اللي ظلمني يبقى أنا كده من أهل الجنة. أيوة لو تعودت على كده يبقى أنا فعلا من أهل الجنة. والله يحب المحسنين. دول كلهم محسنين؟ أيوة طبعا محسنين، دول كلهم أهل حسنات، دول كلهم داخلين الجنة بإذن الله تعالى. طب في حد تاني ممكن يدخل الجنة غير دول؟ أيوة طبعا في. مين بقى؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني ايه الكلام ده كله يا احبابي؟ يعني دول لو فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اي حد وقع في ذنب او اثم او خطيئة او ظلم نفسه او ظلم غيره وتذكر ربنا سبحانه وتعالى فاستغفروا. وفاستغفروا هنا يا جماعة عند الفاء هنا بتفيد السرعة، يعني مش بيتمادى في الذنب او في الخطأ، لا ده بسرعة تاب واستغفر ربنا سبحانه وتعالى. فاستغفروا لذنوبهم زي ما اتفقنا يا جماعة، وقلنا ان الفاء هنا بتفيد السرعة، يعني انا ما اتمدتش في الذنب ولا في الخطأ وتذكرت ربنا سبحانه وتعالى وتذكرت طاعة ربنا سبحانه وتعالى فاستغفرت ربنا سبحانه وتعالى فعفى عني. ومن يغفر الذنوب الا الله، مين هيغفر الذنوب دي الا ربنا سبحانه وتعالى الرحيم بعباده. طيب هم كمان لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يبقى
الفاء هنا لما أفادت السرعة، الناس دي ما أصرتش على الذنب ولا اتمادت فيه، لا بالعكس، ده استغفرت ربنا بسرعة جدا وتابت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى، مما أدى إلى إن هم عندهم علم إن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. طيب تمام، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الناس اللي اتفقنا عليهم دول جزاءهم مغفرة من ربنا سبحانه وتعالى، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. دول كلهم عملوا لوجه الله سبحانه وتعالى واختاروا طريق ربنا سبحانه وتعالى في الخير وما أصروش على أي حاجة خطأ، ومع ذلك كان جزائهم سبحان الله إن هم وصلوا للجنات. لازم نبقى فاهمين يا جماعة إن الجنة غالية جدا، ولازم نبقى فاهمين إن إحنا المفروض نشتريها بأغلى الأثمان ونضحي عشانها كتير، وربنا يجعلنا يا رب من أهل الجنة. أتمنى على الله سبحانه وتعالى إنكم تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله بإذن الله لينا لقاء مع الجنة والنار وبعض صفاتهم علشان نقرب من الجنة ونبعد عن النار. ربنا يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. كنتم مع نصائح ومواعظ، أعدته وقدمته لكم شيرين سعد.